على فريق كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طبعا والشكر لله على الماتش النهارده ان احنا كسبنا يعني. بشكر زمايلي الرجاله والجهاز الفني، بشكر كل الجمهور اللي جه النهارده وساندنا يعني، والحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا يعني وكسبنا، وان شاء الله يعني الماتش الجاي باذن الله نكسب ونوصل للنهائي باذن الله. مباراة ريال مدريد من وجهة نظرك؟ يمكن مباراة صعبة طبعا، احنا بنلعب أقوى فريق في العالم يعني، بس مفيش حاجة مستحيلة على ربنا طول ما احنا بنتعب، طول ما احنا بنسعى، واللعبة كلها على قلب واحد وروح واحدة، فإن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله زي ما كنا إن شاء الله. الأهلي ممكن يحقق نتيجة ويوصل الفارق؟ مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، واحنا واثقين في نفسينا طبعا. كل اللعيبة اللي عندنا برضه لعيبة كبيرة ولاعيبة رجالة، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله ما يضيعش تعبنا وتعب الجمهور اللي جه النهارده وساندنا يعني. قدرنا الحمد لله نلم اللعيبه، والشوط الثاني نكون اقرب في الملعب. مجهود كبير اللعيبه كلها بشكرها عليها وعلى الجهاز الفني، قدمنا مجهود كبير النهارده والحمد لله على المكسب، وبشكر اللعيبه كلها. كيفاش كتشوفوا الحظوظ ديالكم في المباراه المقبله امام نادي ريال مدريد؟ طبعا انت بتلعب بطل العالم، بطل اوروبا، افضل فريق في العالم. ماتش مش هيكون سهل، بس ان شاء الله يعني نحضر الماتش كويس، نقدر نعمل حاجه كويسه. احنا طموحنا ان احنا نوصل للنهائي وناخد المركز الاول. مباراه مش هتكون سهله، هنحضر لها من بكره ان شاء الله، هنحتفل النهارده ومن بكره هنبدا التحضير للماتش. شكرا. مبروك التاهل نصف نهائي كاس العالم. التاهل اللي كان صعيب، اليوم شفنا المباراه كانت متوازنه، كانت شي فرقه اللي مسيطره على مجريات اللقاء. شنو كان ناقص النادي الاهلي اليوم؟ يعني طبعا الحمد لله على المكسب. مش هتكلم على الجول لان ده توفيق بتاع ربنا، دايما بقول الجول ده توفيق. اهم حاجه المكسب، والنادي الاهلي يلعب سيمي فاينال، دي بالنسبه لي انا كقفشه اهم حاجه يعني. الجون طبعا مبسوط بيه وحاجه كبيره، لكن في الاول وفي الاخر تعب الفرقه كلها وتعب الناس وتعب الجماهير اللي في الملعب. مبروك طبعا لكل جماهير الاهلي واللعيبه والاداره والجهاز والعمال وكل الناس، مش عايز انسى حد، والجهاز الطبي. ماتش صعب جدا لان احنا لاعبين من يومين، مفيش فرق تقريبا 42 ساعه مش 48 ساعه. انت لعبت ماتش الساعه 8 والنهارده الساعه 6، فانت الوقت قليل جدا، مش يومين يعني، اقل من يومين بس. فقدرنا ان احنا نعمل استشفاء كويس، نرجع كويس. في تعب باين علينا النهارده، لكن حاولنا وقدرنا. اللعيبه كلها عملت اللي عليها، في لعيبه لعبت 90 دقيقه الماتش اللي فات والنهارده يعني بشكرهم بصراحه على المجهود اللي عملوه. وفي الاول في الاخر زي ما قلت لك، اهم حاجه في الماتش هو المكسب يعني. شنو تقدر تقول الجماهير اللي كانت اليوم في الملعب وساندت النادي الاهلي، الجماهير المغربيه بصفه اكبر؟ لا يعني انت عارف يعني، حضرتك اكيد بتشجع كوره وبتشوف الكوره دايما جمهور الاهلي في كل حته موجود يعني، حتى لو عدد قليل جدا بس دايما الاهلي موجود في كل حته، جماهير الاهلي موجوده في كل حته، فاحنا متعودين على كده يعني في اي بلد. وبصراحه يعني حتى جمهور المغرب كلهم بييجوا يساندونا وبيشجعونا وبيجوا لنا الفنادق، فدي حاجه كويسه. واحنا بنلعب يعني المغرب يعتبر بلدنا الثانيه، بلد لينا اصحاب فيها كتير، حبايبنا كتير، فنشكر طبعا الجمهور. واتمنى ان شاء الله الماتش الجاي يبقى كل الجماهير موجوده اكتر باذن الله، عشان انت عارف الماتش الجاي صعب يعني. تاخد مان اوف ذا ماتش في ماتش كبير زي ده كابتن، بتمثل لك ايه؟ لا يعني حته مان اوف ذا ماتش يعني طبعا حاجه كبيره، والحمد لله انا خدتها قبل كده في نهائيين افريقيا 9 و10، الحمد لله خدت قبل كده، وبتمنى ان انا افضل كده على طول دايما في الماتشات اللي هي الكبيره. لكن في الاول وفي الاخر زي ما قلت لك، انا بالنسبه لي كقفشه اهم حاجه اللعيبه ومكسب للنادي الاهلي بس. يعني الحاجات الفرديه دي مهمه وكل حاجه، لكن الجماعي افضل، لان الجماعي اللي بيفرح الكل. الفردي انت هتتبسط، لكن لو في حزن مش هيبقى كويس، بس فاهم حاجه المكسب يعني الحمد لله. ماتش ريال مدريد شايفه ازاي؟ لا يعني يعني انا واحد من الناس اصلا، انا وانا صغير ما كنتش بشجع غير الريال، فلما لعبت في النادي الاهلي خلاص يعني انا اصلا اهلاوي من زمان جدا فاهم. فانا بحب ريال مدريد جدا، لكن انا بالنسبه لي رقم واحد النادي الاهلي. ماتش كبير، ماتش صعب، فريق افضل فريق في العالم، بينافس على كل البطولات، لعيبه امكانيات كواليتي اعلى، كل حاجه زي ما انت عايز تقول في الكوره بقى حاجات كتير بس. فماتش صعب جدا، اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا وانا يعني هنعمل اللي علينا، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الماتش ده. واحنا الاهلي هنلعب على المكسب يعني، مش هنلعب عشان حاجه ثانيه، احنا الاهلي هنلعب عشان المكسب بس. وفي الاول في الاخر النتيجه دي بتاعت ربنا يعني. شكرا. شكرا.